أريد أن أؤكد مرة أخرى، كل ما أذكره هنا في هذه الحلقة من فتاوى هي فتاوى المراجع العظام. ومسألة الصلاة خلف إخواننا أهل السنة والجماعة هذه مسألة مجمع عليها بين الفقهاء، مسألة إجماعية، والروايات فيها روايات معتبرة وصحيحة موجودة في كتاب وسائل الشيعة، في كتاب الصلاة، في الصلاة موجود في باب خاص عن الإمام الصادق عليه السلام: من صلى خلفهم كمن صلى خلف الرسول صلى الله عليه وآله في الصف الأول، أو من صلى خلفه في الصف الأول كمن صلى خلف الرسول في الصف الأول. الإمام الصادق بيعرف أنه عادل ولا مو عادل. نحن لا ينبغي لنا أن يصل بنا الأمر أن نعلم حتى الإمام الصادق عليه السلام بأنه طيب هذا السني الذي يصلي خلفه يتكتف مثلا أو يقول آمين. فإخواني الأعزاء، لا تسمحوا للفكر التطرفي، للأسف أقولها، التكفير الشيعي أن يخدعكم، ولو كانت أبواقه كثيرة، ولو كانت فضائياته أيضا كثيرة. لا تسمحوا لهذه الأبواق اللندنية والأمريكية، ولا أريد أن أذكر أسماء، لا تسمحوا لهؤلاء أن يجعلوا منكم متطرفين تكفيريين. الإمام الصادق يقول: من صلى خلفهم كمن صلى خلف الرسول في الصف الأول، يعني لك ثواب كما ثواب الصلاة خلف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية أخرى: بمن صلى خلفهم كالشاهر سيفه في سبيل الله. ليش؟ لأنه يؤدي إلى الوحدة والألفة بين المسلمين. من هنا السيد الخوئي رحمه الله يقول أن هي صلاة الألفة في كتاب صراط النجاة. الإمام الخميني والإمام الخامنئي يقول بهذه صلاة الوحدة بين المسلمين. فعندما مسألة تصل إلى حد الوحدة، الإمام الصادق يقول لك: صلي خلفهم، من صلى خلفهم. والرواية موجودة في كتاب الوسائل.